شباب، ازيكم عاملين ايه؟ احنا في معرض الايمان عربيات الكهرباء، جايين نتفرج كده نشوف العربيه الاي دي 3 برضو هصورها لكم ان ديتيلز، ونتفرج برضو على باقي العربيات. تابعوني يلا. طيب دي الاي دي 4. العربيه دي بجد ممتازه، هنعمل لها ريفيو بالتفصيل. المعرض هنا بجد شيك قوي يعني، في كل حاجه تقريبا، ممكن تعرف اي حاجه عن العربيات الكهرباء. دي الاي دي 4 اهي، كنت صورت اصلا ريفيو قبل كده وكان صغير يعني، كانت حاجه كده خفيفه برضو في معرض الايمان. العربيه من جوه مش طبيعيه زي ما انتوا شايفين كده، تحفه. شاشه كبيره، امبيانت لايت، حتى كمان الشاشه الصغيره اللي هي قدام الدركسيون. العربيه دي يا جماعه حققت نجاح باهر بصراحه في السوق المصري، والناس كلها معجبه بيها جدا. العربيه دي بتمشي 600 كيلو، او من 550 ل 600 كيلو. مساحة الشنطة زي ما انتوا شايفين عاملة ازاي. العربية مساحتها ضخمة جدا يا جماعة، تحفة. كهربا. العربية دي فيها اوبشنز كتيرة، وتقدر توقفها عشان تثبتها. طبعا العربيات زي ما انتوا شايفين عاملة ازاي، تحفة يعني. عربيات الكهرباء دلوقتي هي المستقبل، زي ما انتوا شايفين عاملة ازاي. هنتفرج دلوقتي على التسلا. دي موديل واي. الموديل واي دي هي الصغيرة من الموديل اكس. العربية دي واسعة جدا، ضخمة على الحقيقة بطريقة غريبة بصراحة. نبص عليها، نتفرج عليها كده سريعا. بص العربية من قدام يعني من أحلى العربيات اللي ممكن تشوفها. العربية فيها فرونك اللي هي شنطة قدام، مفيش موتور. زي ما انتم شايفين كده تقدر تحط أي حاجة قدام، مساحة كبيرة يعني مش قليلة خالص. بس هي الفرونك دي متبقاش كهربا، تقفلها لوحدك. الشنطة بقى طبعا ضخمة. بس العربية الجولف ده، الاي جولف دي بتشحن دلوقتي اهي. بس مساحة ضخمة. تقدر تتحكم ان انت تنزل الشنطة عشان تكبر مساحة الشنطة، تنزل الكراسي بالزراير. الشنطة بص عاملة ازاي. ويلكم باك تو ذا فيوتشر. تسلا الموديل واي. من جوه مفيش غير الشاشة، وهي كمان بص جوه كمان كل دي ستورج تقدر تتحكم فيها. ستورج يعني كمية حاجة غريبة طبعا. كهربا. طبعا ده وايرلس تشارجر للموبايلين، وهنا تقدر بقى تتحكم في كل حاجة. تشارجينج في الاوتو بايلوت، بس فيها اوتو بايلوت. العربية تقدر تسوق لوحدها وهي ماشية في الشارع. نافيجيشن، كل الديتيلز تقدر تتحكم فيها هنا.
عشان مفيش اي حاجه قدام الدركسيون، كل ده بتقدر تتحكم فيه من هنا. والفتيس طبعا اهو هنا تحفه، والخامات طبعا تحفه فيها. دي بقى الاي دي 3. اي دي 3 دي اللي احنا جايين نتفرج عليها النهارده. العربيه دي تحفه، العربيه دي حجمها حلو، سعرها يعني بالنسبه لعربيات الكهرباء سعر كويس. العربيه دي بتمشي 430 كيلو في الشحنه الواحده. في ناس بتقول ان هي بتمشي 380 350 ده الماكسيمم، بس برضو العربيه دي كويسه، يعني شكلها وحجمها كل ده نقدر نقول عليه ان هي لا يعني حلوه. انت تحس ان هي عربيه صغيره بس هي مش صغيره، عربيه كبيره. فيها الجنوط ال 18، الجنط ده برضو ضخم عليها، الحته دي حلوه جدا، نازله اوريجينال منها. هي اصلا السقف اسود والشنطه سودا، يعني انت حتى لو جبت العربيه دي بيضه برضو هتلاقيها كده سود. العربيه بقى يعني لا ممتازه. بس العربيه دي فيها شنطه ورا بس مش شنطه قدام، يعني موتور قدام عادي جدا، متقدرش تحط حاجه قدام زي التسلا بس هي اللي فيها كده بس. نخش العربيه جوه كده نشوف العربيه هتبقى ايه الاختلاف اللي ما بينها وما بين الاي دي 4. بس الكراسي حلوه جدا من وجهه نظري زي ما انتوا شايفين من جوه. لا انا عجباني ان هنا مفيش حاجه خالص، حتى ورا واسع برضو. بص مساحه، لا مساحه غريبه. جلاف بوكس كبير، كاب هولترز كبيره، تقدر تحط هنا حاجه كمان. طبعا الشاشه تقريبا 12 انش، الفتيس ده بتاعها اهو. طبعا كل حاجه هنا التاتش بتاعها مفيش، يعني ماتيريال مش قليله تماما. السقف الاسود في بانوراما. لا عربيه بصراحه انا اتصدمت، كنت متخيل الموضوع مش كده. لا العربيه بصراحه عجباني قوي، ومن العربيات دلوقتي كهرباء اللي هتبدا تبقى منتشره في السوق المصري. لا والله تحفه، العربيه شكلها حلو قوي من جوه. شكلها أمورة. بس نشوف نركبها من جوه ورا، خلاص ولا